زوزو وهي بتهمس لمنال بصوت واطي: خديه منها يومين بس وأنا هبيعه قبل ما ترجع تطلبه. منال بتوتر: بس يا ماما لو سألتني عليه. زوزو بثقة: هقولها ضاع وهي ملهاش حاجة عندنا أصلاً، عليه الصغير كان نايم عند جدته. سامع كل كلمة وساكت. تاني يوم زوزو قالت لمنى بحنية زيادة: يا منى يا حبيبتي، ما تدي منال الدهب تلبسه خروجة وترجعهولك. منى بهدوء: حاضر يا ماما. بعدها بشوية علي شد أمه وقالها: ماما، تيتا كانت بتقول لعمته إنها هتبيعه. منى سكتت وفهمت كل حاجة بس ما اتكلمتش، وقالت قدام الكل: تمام يا ماما، أنا هعدي على ماما عندي الأول وآخد الدهب معايا. زوزو ابتسمت وهي فاكرة إن كل حاجة تمام. بعد كام ساعة منى رجعت وإيديها فاضية وقالت ببرود: أنا نسيت الدهب عند ماما. وهنا بدأت المشكلة. زوزو وهي بتهمس لمنال بصوت واطي: خديه منها يومين بس وأنا هبيعه قبل ما ترجع تطلبه. منال بتوتر: بس يا ماما لو سألتني عليه. زوزو بثقة: هقولها ضاع وهي ملهاش حاجة عندنا أصلاً، عليه الصغير كان نايم عند جدته. سامع كل كلمة وساكت. تاني يوم زوزو قالت لمنى بحنية زيادة: يا منى يا حبيبتي، ما تدي منال الدهب تلبسه خروجة وترجعهولك. منى بهدوء: حاضر يا ماما. بعدها بشوية علي شد أمه وقالها: ماما، تيتا كانت بتقول لعمته إنها هتبيعه. منى سكتت وفهمت كل حاجة بس ما اتكلمتش، وقالت قدام الكل: تمام يا ماما، أنا هعدي على ماما عندي الأول وآخد الدهب معايا. زوزو ابتسمت وهي فاكرة إن كل حاجة تمام. بعد كام ساعة منى رجعت وإيديها فاضية وقالت ببرود: أنا نسيت الدهب عند ماما. وهنا بدأت المشكلة.